يعني وهم يعالجون هذه القضية توصلوا إلى اختطاف آخر وقع بالضبط في 19/4/2017 بالمكان المسمى أي تعنان، c'est-à-dire dans le même village، بلدية بني زمنزر. راح ضحيتها المدعو، ضحية لا دوزيام فيكتيم، maintenant on parle de la deuxième victime، اسم مركب، هذا هو الاسم تاعو، واسمه زين سين سين سين. البالغ من العمر 7 سنوات، الأول 8 وهذا 7، ولكن في التسلسل هذه هي اللي وقعت الأولى، لأن هذه لو 19 وإنما اكتشفت بمناسبة معالجة القضية الثانية والتعمق في التحريات والخبرة اللي اكتسبها المحققين في الميدان أدى قلت إلى فك هذا اللغز، لأن هذا التلميذ كذلك الذي اختطف يوم 19/4/2017 الفرق بينه وبين الضحية اللي كنت نتكلم عليها أنه تمكن من الفرار، وضع في السيارة، تم غلق فمه بالشريط اللاصق وقيد، وأكثر من هذا وضع في حقيبة. ولكن مشيئة الله هي تفوق كل الآخر، تمكن من فك القيد ومن نزع الشريط ومن الخروج من الحقيبة والفرار من السيارة التي كان محتجزا فيها.